هناك العديد من الأساليب التي يستعملها الاحتلال التركي التي تندرج في إطار الحرب الخاصة وترهيب المنطقة وسكانها وشعبنا وما تطرقتم له هو أحد الأساليب التي يستعملها الاحتلال لكي يخيف الشعب ويخيف أبناء شمال شرق سوريا ويظهر نتائج عملياتهم الفاشلة ضمن مناطق شمال شرق سوريا. نحن نؤكد بأن هذه الادعاءات هي كاذبة في مجملها وغالبيتها، والكثير منها يستعملها الاحتلال التركي في إطار ترهيب المنطقة وسكانها. كما قلنا نحن في قوات سوريا الديمقراطية حينما يستشهد لنا أي مقاتلين، يعني هذا فخر نعلن عنهم بشكل مباشر وبشكل علني بواسطة المعرفات وكل المواقع التي نستخدمها بشكل رسمي، يعني وندعو شعبنا لكي يتابع المنصات الرسمية لقوات سوريا الديمقراطية وعدم الانجرار خلف المصادر المجهولة والتي تساعد الاحتلال في ترويج هذه الأكاذيب والادعاءات. حقيقة يعني نحن من خلال السنوات الماضية كثيرا ما استخدم الاحتلال التركي حجج واهية وكاذبة لمهاجمة المنطقة، يعني كثيرا ما يدعي بوجود إرهابيين على الحدود، ونحن نستغرب حقيقة. يعني نحن يعني في تاريخ اليوم نرى بأن جبهة النصرة تسيطر على عموم شمال وغرب سوريا ومنطقة عفرين بشكل خاص، ولا نرى أي تصريح من قبل السلطات التركية بأن هذا يهدد الأمن القومي أو يهدد أمن المنطقة أيضا. يعني نحن اليوم نرى بأنهم يحاولون اتباع سياسة الكيل بالمكيالين واستعمال الحجج الواهية لمهاجمة المنطقة. نحن نؤكد بأننا في قوات سوريا الديمقراطية سوف كنا ولا زلنا وسوف نبقى الجهة الوحيدة الشرعية المدافعة عن وطنيتنا وعن تعددنا القومي وعن اختلافنا الذي لا يعد خلافا بل يعد مصدر قوة ومصدر آخر نستمد منه الروح لكي نقاوم ولكي نحرر كل المناطق التي تحتلها التنظيمات الإرهابية أمثال هيئة تحرير الشام أو بين قوسين جبهة النصرة أو تنظيم حراس الدين أو الكثير غيرها من التنظيمات الإرهابية التي تهيمن وتسيطر اليوم على مناطق واسعة في شمال وغرب سوريا. نحن اليوم نؤكد بأن هذا هو الأسلوب الأخير للاحتلال التركي لكي يظهر الحجج لاستمرار مهاجمته للمنطقة، لكن نحن نؤكد بأن مقاتلينا وأفراد المجالس العسكرية هم على وهبة الاستعداد للتصدي لكل الهجمات سواء على الميدان الإعلامي أو على الميدان في الجبهة وخطوط التماس أيضا. نحن نؤكد بأننا سوف نستمر على خطى شهدائنا وعلى خطى قادتنا الذين قدموا أنفسهم في سبيل حماية هذه الأرض والدفاع عنها. نحن نؤكد بأننا في قوات سوريا الديمقراطية حينما نهاجم أي نقطة للعدو ومرتزقته نعلن عنها بشكل علني، وهذا فخر ومحض افتخار لنا في قوات سوريا الديمقراطية، ولا نخجل من القيام به مثل ما فعلنا في السابق ونشرنا عبر المركز الإعلامي لنا والمركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب YPG بأننا هاجمنا وأعلنا على الخسائر التي كبدناها للقوات التركية المحتلة ومرتزقتها أيضا. نحن نقول بأننا في قوات سوريا الديمقراطية حينما نهاجم العدو هذا واضح لنا كعين الشمس ونعلن عنه جهارة ولا نخفي عن شعبنا والرأي العام. كما قلنا بأن الاحتلال التركي يسعى لخلق حجج لكي يستمر في هجماته ضد المدنيين والمنطقة ولكي يستمر في حملات القصف الممنهج المدفعي وأيضا الجوي التي تستهدف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان والقرى الواقعة على خطوط التماس والشريط الحدودي في عمومه. لذا نحن نؤكد بأننا حينما نهاجم العدو نعلن عنه عبر معرفاتنا الرسمية وعبر مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل علني، وهذا نحن قلنا بأنه محض فخر واعتزاز لنا بأننا نرد النار بالنار ونفل الحديد بالحديد، وهذا ما سوف نستمر بالقيام به في كل مرة نحن نتعرض بها للهجوم. نحن لن ندع أي هجوم لنا بدون رد، وسوف نرد على النار بالنار بشكل مؤكد.